بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل معانا الكشري المصري بتاع المحلات واحسن ان شاء الله. نزلنا معاكم في مية مغلية بربع كيلو عدس اسمر، وحطينا معلقة كمون ونص معلقة ملح، وقطعنا البصل جوليان. قطعت البصل جوليان زي ما انتم شايفين كده، كل متساوي ببعضه. ونزلت بمعلقتين من الدقيق ومعلقة صغيرة من الملح، وهبتدي اللي انا اقلبهم، اخلي الملح يتشرب كده، يتغلف مع البصل ويتفرفض. افرفض البصل كده، اخليه كده كل واحدة لوحدها كده زي ما انتم شايفين اهو. قلبته كويس جدا وزي ما انتم شايفين. وجايبه معانا نص كيلو من المكرونه مشكله، مكرونه اقلام على مكرونه مقصوصه على مكرونه معوجه على مكرونه حلزونه. زي ما انتم شايفين التشكيله جميله جدا، ومكرونه طبعا طويله شعريه. زي ما انتم شايفين اي سوبر ماركت قول انا عايز مكرونه بتاعه الكشري هيديك طبعا تشكيل. حله بتغلي هي، حله ميه بتغلي، ونزلت بنص كيلو مكرونه وضفت لها معلقه صغيره من الملح. ومعانا الكشري ومعانا العدس الاسمر اهون بيتسلق، طبعا مش هنهريه قوي. ونزلت بحبه كتار من الزيت في قلب حله، وبعد ما الزيت ابتدى يغلي معانا يسخن اهون، هبتدي انزل بالبصل، احمر فيه البصل كويس. احلى كشري مصري هتلاقوه ان شاء الله على قناتي. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير واشتركوا في قناتي على اليوتيوب. لقمة خفيفة مع صفاء اهو. حمرنا البصل وبقى ما شاء الله واخد لون ذهبي تحفة جميل جدا اهو. زي ما انتم شايفين لونه حلو قوي. ومعانا كمية الزيت اهي، ده بقى العامل الاساسي معانا، البطل في الكشري النهاردة، اللي هو زيت البصل ده اللي احنا حمرنا فيه البصل، هنستفاد بيه بقى في الاكلة بتاعتنا النهاردة المصرية الجميلة. سبت شوية زيت في قلب الحلة بتاعت البصل زي ما انتم شايفين اهون، فضيته كله في قلب البولة الزيت، وسبت شوية زي ما انتم شايفين في قلب الحلة بتاعت البصل. هبتدي انزل بمعلقة توم مفروم، هقلبها اشوحها في الزيت بتاع البصل. انا كده كده مش هحتاج بصل تاني وانا بعمل الصلصة بتاعت الكشري عشان معايا الزيت بتاع البصل. ونزلت بمعلقة كمون على الثوم المفروم، واقلبه لحد ما ياخد لون، ومعلقة كزبرة، واقلب لحد ما يصفر معانا ياخد لون اصفر اهو. زي ما انتم شايفين هشوحه ياخد لون اصفر، وانزل عليه بقى بمعجون الطماطم. معايا انا ضربة كيلو من الطماطم ومصفيها كويس اهو. وهنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة، الصلصة يعني حسب الرغبة. وحطيت ظبطت الحدق بتاع الصلصة معانا زي ما انتم شايفين. وجبت حلة تانية ونزلت بشوية زيت من بتاع البصل، وابتديت انزل بالعدس اللي انا سلقاه، طبعا مش مسلوق قوي عشان ما ينهريش اهو. نزلت فيه بشوية الزيت العدس زي ما انتم شايفين. هبتدي اشوحه في زيت البصل، وهنزل مع معلقة اهي، معلقة صغيرة كمون، وحبة بساط من الملح عشان اظبط الحدق بتاعه برضو. وابتدي اشوحه في زيت البصل اهو، بيبقى جميل جدا. وده بقى العامل الاساسي معانا، العدس دون خلاص بقى كده تحفة. حاطين عليه كمون ومية البصل بقى جميل. شوفوا شكل العدس، فضيناه ببولة جاهز للغرف. وادي المكرونة اتسلقت اهي وبقت جميلة، والبصل جوليان جميل جدا واخد اللون الذهبي ومتحمر كده وحلو. وجبت حلة كمان ونزلت بقى بشوية عشان احمر الرز بتاع الشعرية بتاعت الرز عفوا. نزلت بشوية زيت من بتاع البصل برضو، وحطيت ربع كيلو الشعرية وزي ما انتم شايفين.
هبتدي احمر الشعرية تاخد لون ذهبي. كنت غاسلة نص كيلو من الرز ومغسول كويس ومتصفي، هنزل بيه على الشعرية بعد ما حمرتها، وهبتدي اقلب شوية يتقلب كده عشان الحبات بتاعته تفلفل ويبقى كويس. وجبت معانا كوبايتين مية مغلية هنزل بيهم. انا هو عايز 4 كوبايات مية مع مغلية، انا نزلت بس بكوبايتين او كوبايتين ونص، وهنزل بشوية مية من بتاعة سلق العدس معانا. دي العامل برضو اساسي معانا عشان يخلي الرز شبه بتاع المحلات وياخد الطعم بتاع المحلات. مية العدس بتاع المية اللي احنا بنسلق فيها العدس مش برميها، عملت منها حطيت اهو كوباية على الرز مية عدس، وحطيت مرقة دجاج، واحدة مرقة دجاج، وظبطت الحوض حطيت معلقة ملح صغيرة، وهسيبه بقى يغلي. ونزلت في حلة تانية بشوية بشوية زيت بصل، ومعلقتين كبار من الشطة الحمراء، عشان اعمل الشطة زي بتاعة المحلات بالظبط واحسن. طبعا حمصت الشطة كويس، ونزلت بمعلقة من الصلصة اللي احنا عاملينها معاكم دلوقتي. ونزلت كمان وركنتها على جنب، وجبت الحلة حطيت شوية زيت من بتاع البصل، وحطيت المكرونة بشوحها، ونزلت عليها بمعلقة صغيرة كمون، وضفت لها حبة بسيطة من الملح، وابتدي ان انا اشوحها عشان تبقى مطعمة كده بطعم البصل وجميلة جدا، وتبقى حلوة معانا في الاكل وزي بتاعة المحلات واحسن. دلوقتي الرز اهو معانا استوى اهو زي ما انتم شايفين. واخر حاجة طبعا بعملها معاكم الدقة، جبت كسرولة ونزلت بنص كوباية من الخل، وكمان قبلها كوباية مية اهو زي ما انتم شايفين، ومعلقة ثوم مفروم. دي الدقة بتاعت الكشري. طبعا الكشري ما بيحلاش غير بالدقة المصرية، احلى كشري تاكلوه ان شاء الله على طريقتي. ودي معلقة صغيرة كمون. لو عجبتكم وصفة الكشري النهاردة وعملتوها ما تنسونيش في الدعاء بتاعكم. ودي معلقة ملح، وما تنسوش لايك وشير وصلوا على الرسول واشتركوا في قناتي. زي ما انتم شايفين ظبطت الحوض بتاعها، واحلى دق الكشري جميل جدا. وادي الرز معانا هو مفلفل وجميل خالص اهو، الحبات بتاعته منكوته وجميله جدا. كنت بقى اخر حاجه معانا كنت سايباها لحد ما يستوي خالص، هو حمص الشام استوى معانا، وحطيت له معلقه كمون، وحطيت له معلقه ملح، وخلاص استوى خالص معانا هو، وطفيت عليه النار. هبتدي بقى اللي انا اظبط الطبق بقى بتاع التقديم بتاعنا زي ما تحبوا بقى تحطوا، كل واحد بيحط بطريقته بيزين الطبق بطريقته. انا حطيت في الاول المكرونه، وحطيت بعدها الرز اهو زي ما انتم شايفين، وحطيت فوقهم العدس اهو. هبتدي بقى اللي انا اعمل طبق كده تقديم محترم يكون جميل كده ويملى العين. بصراحة الكشري ده اكلة اي حد، المصريين وغير المصريين كل بيحب الكشري. ونزلت بحمص الشام زي ما انتم شايفين اهو على الوش اهو. تزيين الاطباق دي حسب الاذواق، كل واحد بيحب يزين حسب ذوقه اهو زي ما انتم شايفين. حطيت لي التقديم اهو او طبق الدقه وطبق الشطه وطبق الصلصه، ومعانا طبق سيرفيس طبعا من الكشري جميل جدا اهو، طبق جميل ومحترم جميل بصراحه، احلى كشري مصري. وهتعجبكم ان شاء الله طريقتي. وما تنسوناش في اللايك والشير، وادعموا القناه بتاعتي عشان يوصل لكم كل جديد وحصري في لقمه خفيفه مع صفاء. بس ادي ابتديت احط لكم اهو الصلصه. بصراحه احلى طبق كشري جميل جدا، وما يتغيرش عن بتاع المطاعم، لا واجمل وانضف من بتاع المطاعم كمان. انتي اللي عاملاه في بيتك، وكشري بيتي وجميل جدا، والواحد ياكل كده بنفس مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.